حد فيكم حس يوم إنه مش كفاية؟ إنك لو اختفيت محدش هيسأل فيك؟ أنت كل مرة بتشد حد ليك هو بيشد نفسه بعيد أكتر. إيه اللي بيخليك تجري ورا اللي عايز يمشي ويسيبك؟ ليه بتخاف ترتبط؟ وليه بتمسك في أي حد يرضى بيك والسلام؟ الحلقة دي مش مريحة، الحلقة دي مش عادية. الخوف من التخلي مش وهم، ده صوت الطفولة اللي لسه بيصرخ جواك. إيه هي عقدة التخلي؟ دي بتكون حالة نفسية بيحس فيها الشخص إن الناس اللي بيحبهم هيسيبوه، حتى لو مفيش سبب حقيقي يخليه يفكر كده. الشخص ده ممكن يفضل يسأل نفسه دايما، هو هيزهق مني إمتى؟ يا ترى هو أو هي هيمشوا زي اللي قبلهم؟ هو أنا مش كفاية عشان الناس تفضل في حياتي؟ محدش بيتولد عنده المشكلة دي، لكن دي بتيجي نتيجة كذا حاجة. معظم اللي بيعانوا من المشكلة دي مروا بتجارب مؤلمة، خاصة في الطفولة، زي غياب واحد من الأم أو الأب أو الاتنين، مثلا طلاق، سفر، وفاة. هنا الطفل بيحس إنه اتساب وبيبني جواه إنه غير محبوب أو غير كافي. الإهمال العاطفي، لما الطفل ما يلاقيش احتواء أو دعم طبطبة لما يحتاجهم، بيبدأ يصدق إنه لازم يبذل مجهود عشان يتحب، أو إنه سهل الناس تسيبه. فقدان شخص عزيز، زي موت حد أو إن صاحب مقرب ينفصل عنه، ده بيسبب جرح كبير جدا، وبيخلي الشخص بعد كده خايف يرتبط بأي حاجة حتى لو لعبة، عشان ما يتوجعش تاني. كل الظروف اللي فاتت دي بقى، سواء كانت متجمعة أو كل ظرف لوحده، بيبتدي يعمل مشكلة، بإن الطفل يترجم الغياب أو التجاهل على إنه عيب فيه هو مش في الظروف. فتلاقي دماغه أو العقل الباطن بيخزن الشعور ده، ولما يكبر بيتصرف على أساسه، فيدخل في علاقات وهو خايف يخسرها، فتلاقيه بيضغط على اللي قدامه أو ينسحب بسرعة. مفيش حل وسط. مش شرط تمر بتجربة كبيرة أو درامية عشان يكون عندك عقدة التخلي. أحيانا غياب الأمان العاطفي البسيط والمستمر بيبني نفس العقدة على المدى الطويل. عقدة التخلي مش مجرد شعور داخلي، دي بتظهر في التعاملات اليومية، بتظهر جدا في تصرفات الشخص في العلاقات، وبتأثر على قراراته بدون ما ياخد باله. بيبقى عنده كذا حاجة كده بنلاحظها، زي الشخص ده بيتعلق بالناس بشكل مفرط بشكل جامد جدا، اللي بنقول عليه التعلق المرضي. حتى لو العلاقة مش مريحة أو مش مناسبة، بيحس إن وجود الطرف التاني في حياته هو اللي بيحدد قيمته، ولو اختفى بيحس بالفراغ أو الخوف. القلق الزايد عند غياب الطرف التاني أو لما يتأخر في الرد، يعني أي تأخير بسيط في التواصل بيتفسر على إنه بداية النهاية. الشخص بيبقى متوتر على طول، بيتخيل أسوأ السيناريوهات وبيبدأ يسأل نفسه، هو زهق؟ ولا مشغول؟ ولا خلاص كده الدنيا بتخلص بينا؟ مثلا حد شريكه اتأخر في الرد ساعة، تلاقيه بيبعت له 10 رسايل وبعدها يكتب واضح إني تقيل عليك ومش هزعجك تاني، ويبدأ يتخيل إنه بيبعد أو مش بيحبه زي الأول. عنده سعي مستمر لإرضاء غيره، بيعمل المستحيل عشان الناس تحبه حتى لو على حساب نفسه وراحته. بيوافق على كل حاجة حتى لو مش راضي، عشان خايف بس من إنه يترفض أو يتساب. مثلا تلاقيه بيقول أيوة حتى لو عايز يقول لأ، سواء في الشغل، العلاقات، أو مع الأهل، وده بس علشان خايف إن الناس تبعد عنه. بيدخل في علاقات غير صحية عشان خايف من الوحدة، بيقبل بأي نوع من العلاقات حتى لو فيها أذى نفسي أو عاطفي، لمجرد إنه ما يبقاش لوحده. فتلاقي عنده قناعة كده إن الوحدة أسوأ من وجع العلاقة. هتلاقيه بيستمر في علاقات سامة أو مؤذية، لأنه خايف يرجع لنقطة الصفر ويبقى لوحده تاني. على قد ما هو عايز يرتبط، بيهرب أول ما يحس إنه بدأ يحب بجد. بيبقى عنده حرب جوه دماغه بيقول أنا مستعد، بس برضه هتلاقيه بيقول اهرب قبل ما اللي معاك يتخلى عنك. هتلاقيه بيبدأ علاقة وكل حاجة ماشية كويس، وفجأة يختفي أو يخلق مشاكل،
عشان يخلص قبل ما يتوجع. ما بيصدقش بسهولة، دايما شاكك في نوايا اللي قدامه حتى لو الناس بتحبه. جواه صوت بيقول هيبقوا معاك النهاردة وهيسيبوك بكرة. يعني مثلا يسمع كلمة حلوة تلاقي الرد طالع أكيد بتقول كده مجاملة، أو أيوة بتقول كده لحد ما تزهق زي غيرك ومش هتعبرني تاني. الشخص اللي عنده عقدة التخلي مش بيمارس علاقاته من منطلق الحب، لكن من منطلق الخوف. الخوف ده بيخليه يتصرف بطريقة تهد العلاقة من غير ما يقصد، وكأن العقدة بتخليه يحقق بنفسه اللي خايف منه. أكيد العقدة دي بتأثر على العلاقات. تأثيرها بيظهر لما تلاقي الطرف التاني اتخنق. الشخص بيبقى متعلق زيادة عن اللزوم بحد، الحد ده يحس إنه متراقب أو تحت ضغط مستمر. تلاقيه بيسأله كل شوية أنت فين؟ بتعمل إيه؟ مردتش ليه؟ بيطلب تأكيد مستمر على الحب والاهتمام، وبيبقى دايما حابب يقضي وقت مع الشريك، ومش مستوعب إن الطرف التاني محتاج مساحة. النتيجة الطرف التاني بيبدأ يتخنق وممكن يبعد فعلا، فيتحقق أسوأ كوابيس الشخص ده إنه يتساب. الغيرة والشك. الشخص اللي عنده العقدة دي دايما حاسس إنه مش كفاية، فبيخاف إن شريكه يلاقي حد أحسن. تلاقيه بيراقب سوشيال ميديا الطرف التاني كلها، وبيشك في كل تأخير أو غياب. تلاقيه بيسأل أسئلة كتير بصيغة اتهام مش فضول. النتيجة العلاقة بتبقى مليانة توتر وعدم ثقة، وممكن تنهار بسبب الضغط ده. الانسحاب المبكر من العلاقة. الحاجة الغريبة إن الشخص اللي عنده العقدة دي هو أساسا محتاج العلاقة، وبيكون خايف يتساب، فممكن ينسحب بنفسه قبل ما يتساب كنوع من أنواع الحماية لنفسه. أول ما يحس إنه بدأ يرتبط أو يحب، يبدأ يبقى بارد في العلاقة، ويدور على أسباب للبعد حتى لو العلاقة ماشية كويس. تلاقيه بيقول لنفسه اخلص قبل ما تتوجع. النتيجة بيخسر علاقات كان ممكن تنجح لمجرد إنه سابها بدري عشان خايف إنه يخسر. بيرضى بعلاقات ممكن تأذيه علشان خايف إنه يتساب. الشخص بيبقى مستعد يتحمل الإهانة أو التجاهل، أو إن الطرف التاني يلعب بيه عشان بس يفضل جوه العلاقة. يعني هتلاقيه بيبرر لنفسه أهو أهون من الوحدة، فبيخاف يطلب حقوقه أو يحط حدود. بيحاول يرضي الطرف المؤذي بأي طريقة عشان ما يتخلاش عنه. النتيجة بيعيش في علاقة بتكسره بس مش قادر ولا عايز يخرج منها، لأن فكرة إني أتبهدل أهون عليه من إني أبقى لوحدي. عقدة التخلي بتقلب الموازين، بتخليك تخنق اللي بتحبه أو تهرب منه أو تتمسك بيه حتى لو بيأذيك. الكارثة إنك في الآخر بتعيش في عزلة عاطفية، اللي هي إن الطرف التاني مش حاسس بيك حتى وإنت معاه في العلاقة. أتعامل مع المشكلة دي أو مع العقدة دي إزاي؟ خليك عارف عقدة التخلي مش حكم مؤبد ومش عيب، لكن محتاجة وعي حقيقي بنفسك عشان تتحول بعد كده علاقتك مع الناس لعلاقة صح. اللي يكون عندك وعي بالمشكلة دي يعني إنك تعترف إن في مشكلة، وإن مشاعر القلق والتعلق أو الانسحاب المتكرر مش طبيعية. لاحظ دايما طريقتك في العلاقات، يعني هل دايما بتخاف يتخلوا عنك؟ هل أنت بترضيهم زيادة؟ هل بتهرب قبل ما تتعلق؟ واسأل نفسك أنا بتصرف كده ليه؟ أنا بخاف من إيه بالظبط؟ من غير وعي العقدة بتتحكم فيك، بس أول لما تعرف إنها عندك تأثيرها بيقل عليك وهتحلها. في أنواع علاج فعالة جدا مع عقدة التخلي. أولها العلاج السلوكي المعرفي CBT. ده نوع من العلاج بيركز على العلاقة بين أفكارك، مشاعرك، سلوكك. بيعلمك تراقب الأفكار السلبية اللي بتقولك أنا مش كفاية أو أكيد هيزهقوا مني. كمان بيعلمك تستبدلها بأفكار واقعية وصحية، بيطلعك من دوائر التعلق السام، زي إنك تفضل تراضي وتتنازل عشان محدش يمشي. مثلا
تكتشف في جلسة إنك بتخاف تبعت كلمة لأ في رسالة، أو إنك تقول لأ ده معناه الفراق. هنا المعالج بيساعدك تتحدى الفكرة دي خطوة خطوة لحد ما تقدر تقول لأ وإنت مطمن إنك لسه محبوب. تاني طريقة هي علاج الصدمات، تروما ثيرابي. يعني لو أصل المشكلة أو جذور المشكلة جاية من تجربة كبيرة مؤلمة في الطفولة أو فقدان حد مهم في حياتك، فأنت غالبا مش بتتعامل مع عقدة تخلي، بس أنت بتتعامل مع جرح مفتوح من زمان. علاج الصدمات بيرجعك للحدث الأصلي اللي شكل الخوف جواك، وبيعيد تفسيره من زاوية واضحة. بيفك البرمجة القديمة اللي في دماغك واللي بتقول اللي بحبهم هيسيبوني، ويديك إحساس بالأمان. ممكن تكتشف إن خوفك من الهجر أو إن حد يسيبك جاي من غياب والدك وقت الطفولة، فالعلاج يخليك تقول لأول مرة أنا كنت طفل، أنا ما كنتش السبب، ودلوقتي أنا في أمان. جلسات العلاج النفسي مش بس بتعلمك تتحكم في مشاعرك، الجلسات بتفكرك إنك كفاية حتى لو محدش قالك كده قبل كده. بتفكرك إنك تستحق الحب من غير ما تموت نفسك عشانه. في حاجة مهمة، هي إنك تعيد بناء صورة نفسك قدام نفسك. الناس اللي عندهم المشكلة دي مش بس خايفين الناس تسيبهم، هم غالبا مقتنعين إنهم ما يستاهلوش إن حد يفضل معاهم، أو إنهم مش كفاية، في حاجة ناقصة فيهم بتخلي الناس تمشي. ده شعور بيتراكم على مدار سنين من الإهمال، المقارنات، الفقد، أو كلمات صغيرة وجعها كبير. اشتغل على تقديرك لنفسك، يعني قبل ما تبني علاقة مع أي حد لازم تكون علاقتك بنفسك صح. ده بيحصل لما تشكر نفسك كل يوم على أي حاجة بسيطة كويسة عملتها. اعترف بإنجازاتك، ما تستناش حد يقولك برافو، قولها لنفسك حتى لو محدش شايفك. سامح نفسك، لو عندك لحظات ضعف أو غلطات في الماضي افتكر إنك إنسان مش مشروع علشان تبقى حاجة كاملة. غير طريقة تفكيرك في التخلي. واحدة من أهم القناعات اللي محتاجة تتمسح هي جملة لو حد سابني يبقى أنا السبب. الجملة دي غلط، استبدلها كده بجملة وانت مقتنع بيها، لو حد تخلى عني فده مش دليل على إني قليل، ده بس دليل إنه مش الشخص المناسب ليا. الجملة دي مهمة لأنها بتفصل بين قيمتك الشخصية وتصرفات الناس، وبتعرف قيمتك كويس بدل ما تعيش تدور على قيمتك في عيون الناس. في خلط كبير بين عقدة التخلي أو إنك تخاف تفقد حاجة، أو الخوف من الفقد. الخوف من الفقد ده طبيعي، شعور إنساني بيظهر في مواقف معينة وبيعدي. تحس بقلق لو حد بتحبه مريض أو مسافر، تزعل لو في علاقة انتهت، وده طبيعي. إنك تبقى حريص إنك تحافظ على الناس اللي بتحبهم. الملامح بتاعة الخوف الطبيعي ده بتظهر وقت الأزمات بس، ما بتتحكمش في تصرفاتك طول الوقت، وبتقدر ترجع تتوازن أو ترجع لحالتك الطبيعية بعد شوية، وإنك مش مرتبط بإحساس إني ما استحقش اللي بيحصل ده. أما عقدة التخلي دي نوع من الخوف الجامد والقلق وعدم الأمان في كل علاقة مهمة. أنت بتتعلق بسرعة في أي علاقة، بتخاف الطرف التاني يسيبك حتى لو مفيش مقدمات لكده. أنت بتبذل مجهود ضخم عشان الناس تفضل معاك، بتحس إنك دايما لازم تثبت إنك تستاهل تفضل محبوب. ملامح المشكلة دي إنها بتكون مستمرة وبتتكرر في كل العلاقات، كمان بتأثر على قراراتك وسلوكك، ومرتبطة بإحساس إنك مش كفاية أو غير محبوب. إحنا ممكن نعرف الفرق بين الخوف من الفقد وعقدة التخلي. هنا محتاجين نسأل نفسنا 5 أسئلة. بتحس دايما إنك هتتساب حتى لو الأمور كويسة؟ بتحاول ترضي الناس بأي شكل عشان ما يبعدوش؟ بتحس إنك أقل من غيرك وما تستاهلش حد يفضل في حياتك؟ انسحبت من علاقات حلوة وكويسة عشان خايف إنك تتعلق بحد؟ لما حد يمشي
بتحس إن ده دليل إنك ما تستحقش الحب؟ لو عندك إجابات أيوه كتير، يبقى مش مجرد خوف طبيعي، دي عقدة محتاجة تتحل ومش محتاجة تتجاهل. كلنا بنخاف نخسر، لكن اللي عنده عقدة التخلي عايش طول الوقت وكأنه خسران، ودي مش حساسية زيادة ولا دراما، ده وجع حقيقي وجاي من جرح محتاج يتعالج وما يتسابش. لو كل اللي في حياتك اختفوا فجأة، مين أول واحد هتجري تدور عليه؟ لو اللي لقيته كان أنت، هتعرف تحضنه ولا هتحس إنك مش كفاية حتى لنفسك؟ اكتب لنا في الكومنتات أنت آخر مرة حسيت إنك هتتساب عملت إيه، أو ابعت لنا حكايتك، يمكن صوتك يساعد حد تاني يحس إنه مش لوحده في الخوف ده. شكرا جزيلا لكل اللي وصل معانا لآخر الحلقة، ما تنساش الكومنت الجميل، اللايك، الشير، سبسكرايب، وطابت أوقاتكم.